موقع الإصلاح نت يقدم. دشنت أحزاب اللقاء المشترك الهبة الشعبية التي دعت إليها بمجموعة من الاعتصامات في مختلف المحافظات للمطالبة باحترام مبادئ الثورة والجمهورية والوحدة والتنديد بالفساد ورموزه الذين يدفعون البلاد إلى شفا الهاوية. ففي عمران اعتصم عشرات الآلاف من المواطنين في كل من مدينة عمران ومديريات مسور وتلا وخمر تلبية لدعوة اللقاء المشترك. وردد المعتصمون شعارات وهتافات طالبت باحترام مبادئ الثورة والجمهورية ودماء الشهداء. وأن دماء الزبيري وحميد بن حسين الأحمر وعبد الرحمن الغولي والثلايا والصعر وعبد الرحمن باكر وغيرهم من الشهداء لن تذهب دماءهم هدرا. اليوم الشعب اليمني كله يقول لهذه السلطة: على السلطة أن تنهي زمنها. لا بد من مساواة حقيقية يستوي فيها المواطن مع الرئيس، ويبقى أبناء رئيس الدولة مثل أبناء المواطنين. وفي محافظة البيضاء شهدت مديرية رداع اعتصاما حاشدا طالب فيه المعتصمون باحترام الدستور والعودة إلى مائدة الحوار وتحقيق توافق وطني يخرج البلاد من أزمتها الخانقة. ونحن بدورنا نتوجه للدعوة لكل أبناء شعبنا اليمني بجميع فئاته وشرائحه وأحزابه السياسية ومنظماته الجماهيرية والمدني إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات الغير قانونية. بهذه الطريقة عبر من لم يرق له اعتصام الناس للمطالبة بحقوقهم. بهذه الطريقة أراد أحدهم إنجاز مهمة ما موكلة إليه ربما، أو الاجتهاد لإرضاء من يتوقع نيل الرضاه بهذه الطريقة التي لا تضع لحياة الناس ولا لأمنهم احتراما أو حرمة. حدث هذا في مديرية العرش بمحافظة البيضاء بينما كان الناس يتجمعون للتعبير سلميا عن مطالبهم من خلال اعتصام نظمته أحزاب المشترك هناك. أنتم اليوم تدشنون المرحلة الأولى من تصعيد الفعاليات الشعبية السلمية الهادفة إلى حماية الدستور وحراسة الثورة والجمهورية. أما في محافظة تعز فقد خرج أبناء كل من مديريات مظفر وصالة والقاهرة والسلام شرعب في اعتصامات حاشدة نددت بما وصفته فشل السياسات الحكومية، كما رفع المعتصمون صور أفراد الأمن الذين قتلتهم عصابة أثناء خطفها أحد السجناء، ونددوا بالصمت الدولة عن حقوق شهداء الواجب وتقاعس الجهات المعنية عن ملاحقة القتلة وإحضارهم إلى ساحة العدالة. 33 سنة تحكمنا وآخر علي عبد الله صالح 33 سنة تحكمنا وكهربنا معادة تدفع. ليس اللقاء المشترك فحسب، ولكن الشعب اليمني كله سيتصدى لهذا التفرد وسيتصدى لهذا الاستبداد وسيهتف كما هتف التونسيون: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. قبل عقد السلطة إلى اليوم أكثر من 30 عام ماذا قدموا لكم؟ والفقر والبطالة والجوع وليرحلوا. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد أن يرحل المؤتمر. وفي محافظة إب خرج أبناء مديريات بعدان والرضمة والمديخرة لينددوا بالفساد ورموزه وليقولوا على مسمع ومرأى من الجميع: يكفي، فقد شبعنا إفقارا وتجويعا وإهمالا ووعودا كاذبة بحسب ما أوردته الشعارات والهتافات والكلمات. وفي منطقة العود بمديرية الشعر نظم المشترك مهرجانا حاشدا طالب بالتغيير من أجل وحدة راسخة ومبادئ جمهورية مصانة. وقالت مصادر في المكان أن مدفوعين كما يبدو من جهة ما ساءها المهرجان وأطلقوا النار بشكل استفزازي بالقرب من موقع المهرجان. إنها والله وقفة الشعب اليمني له ليقول كلمته وسوف يقول كلمته ولن تتوقف هذه الكلمة حتى يتصحح المسار. احنا نكون كأحزاب سياسية في الساحة اليمنية نتحدى المؤتمر الشعبي العام ينزل للانتخابات كحزب لا كسلطة. إن المعركة اليوم وإن الصراع اليوم ليس بين السلطة واللقاء المشترك، وليس بين المؤتمر واللقاء المشترك. إن الصراع اليوم، أرجو أن تسمعوا جميعا، إن الصراع اليوم بين سلطة فاسدة وبين شعب حر كريم. وسنقف شعبنا وجيشنا
الحاضرين أن رئيس الجمهورية قبل انتخابات 2006 قال أنه لا يريد أن يترشح، لا يريد أن يكون تاكسي للفساد، فما باله اليوم يقرأ عداد التاكسي ويريد أن يمضي بالفساد إلى الأبد، ويريد أن يربطنا بالفساد إلى الأبد. وعلى بعد كيلومترات قليلة من العاصمة صنعاء خرج أبناء مديرية أرحب التابعة لمحافظة صنعاء ونظموا اعتصاما في الساحة الكبرى طالبوا خلاله بضرورة أن تنصت السلطة لمطالب الشعب وأن تراجع قراراتها الانفرادية التي قالوا إنها تودي بمستقبل البلاد إلى الهاوية. الفساد في المال واستئثار المال في أيدي مجموعة من هذا البلد يتصرفون به كما يشاءون، لا يعلمون أين أموالهم، لا يستطيعون حصرها، وأنتم والشعب اليمني يتجرع مرارة الجوع ويتجرع مرارة الفقر. لا للتوريث، لا للظلم، لا للفساد، لا للاستبداد. أتينا هنا لنحمي الوحدة، لنحمي الجمهورية، لنحمي الثورة. أهداف الثورة كادت أن تسلب، أهداف الثورة كادت أن تسرق. أما في محافظة المهرة فقد نظمت أحزاب المشترك مهرجانا حاشدا في سيحوت طلب خلاله المعتصمون بالتغيير من أجل الحفاظ على مبادئ الثورة اليمنية. نحن نقول نريد الحوار وسوف نستمر في الحوار شريطة أن يكون الحوار صحيح وصادق ويؤدي إلى نتائج. احنا مش خايفين من الانتخابات، ما عندنا خوف، عندنا شخصيات وعندنا إمكانيات وقادرين ندخل انتخابات، لكن بغينا ندخل انتخابات رجال برجال، راس براس. وفي محافظة حجة نظمت أحزاب اللقاء المشترك اعتصامات سلمية حاشدة في كل من مديريات كحلان عفار وكشر وشرس وقفل الشمر والمحابشة. عبر فيه المعتصمون عن استيائهم مما آل إليه حال الوطن 22 من مايو من تراجع على مختلف الصعد، محملين سياسة الحزب الحاكم أسباب هذا التراجع ومطالبين بالتغيير كحل لأزمة البلاد. مطالبنا أن تعدل الحكومة عن سيرها المؤدي إلى تمزيق اليمن، وأن تتراجع عن كل ما أقدمت عليه منفردة داخل مجلس النواب. أراد أن يفصل الدستور بمزاجه وحسب هواه، وأرادوا أن نكون خداما وأتباعا ومتاعا يورث. كما أننا نحذر من أي مساس بالدستور. الدستور هذا وثيقته أو عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، سكب أحرار اليمن دماءهم وقدموا أرواحهم من أجل هذه الثابتة، من أجل هذا الدستور. وفي محافظة مارب خرج المواطنون في كل من مديريات الوادي ورغوان ومجزر والجوبة وحريب في اعتصامات حاشدة تلبية لدعوة اللقاء المشترك. وعبر المعتصمون عن بالغ استيائهم مما تعيشه المحافظة من فقر وجهل ومرض، في حين أنها منبع الثروة النفطية إلى جانب ما تعانيه من قصف الطائرات المخترقة لسيادة الوطن واستقلاله جهرا نهارا في ظل صمت ومباركة الجانب الرسمي. أما الكهرباء فأسلاكه وأعمدته لها ما يقارب السنة، ولم يرى الكهرباء طريقه إلى النور. إني لأعجب، عاصمتكم أو أنتم محافظة الثروة، فلماذا الفقر فيكم؟ ولماذا المشاريع مغيبة؟ ولماذا الجهل مخيب؟ البترول حقنا والغاز حقنا وبني الحكومة حقنا، ملك الشعب ليست ملكا لأحد، نحن حريصين عليها، لكن لابد الآخر أن يعقل، لكن مهما سنظل نناضل نضالا سلميا لأننا نعرف أن الآخر يريد أن يدمر البلاد، أما نحن لا. إن سلطة تسمح بقتل أبنائها هي سلطة لا تستحق أن تبقى. وأن الفساد الذي سادنا من الفرد والطمع بضعة عشر، إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد أن يستجيب الإصلاح نت، عين على الإصلاح.